الحقيقة أنا الكومنت ده ما كنتش أقدر أستنى عليه وما ردش عليه. أنا لسه صاحية من النوم، بس كان أول حاجة هعملها إن أنا لازم أرد على الكومنت ده، لأن المفهوم خاطئ. حضرتك بتخلط ما بين حب الذات وما بين التكبر والغرور. فهناك فرق كبير ما بينهم. اللي خرج الشيطان من الجنة مش ان هو حب نفسه، اللي خرج الشيطان من الجنة ان هو متكبر، ان هو مغرور، ان هو شايف نفسه احسن من بقية المخلوقات، ان هو شايف ان انا بعمل كل حاجة وبصلي وبصوم وبتعبد احسن من بقية المخلوقات. ازاي انا ما بقاش مكان الانسان اللي مصنوع من طين وانا مخلوق من نار؟ هو ده اللي خرج الشيطان من الجنة. ده رقم واحد. رقم اتنين، يعني ايه تحب نفسك؟ واضح ان حضرتك مش فاهم اصلا يعني ايه تحب نفسك. تحب نفسك يعني اول حاجة تتقبلها كما هي، بمميزاتها وبعيوبها. تتقبل شكلك كما هو، تتقبل روحك كما هي، تتقبل عيوبك، تتقبل مميزاتك، تتقبل فشلك وتتقبل نجاحك، علشان تقدر ان انت تحسن ما فيهم، علشان انت لما يبقى عندك عيب في نفسك تقدر تصلحه، عشان انت لما هتحب نفسك هتعرف تحب الآخرين، لأن فقد الشيء لا يعطيه. علشان الآخرين يحبوك لما انت تبقى قنوع وراضي عن نفسك ومتسامح مع نفسك، ده هينطبع عليك، فبالتالي الناس هتقرب وتحبك. انك انت مخلوق مميز، ايوه ان انت مخلوق مميز. ان انت مخلوق ما فيش زيك، ايوه انت مخلوق ما فيش زيك. ربنا ما بيخلقش اتنين شبه بعض او متماثلين 100%. كلنا مختلفين ومتميزين في اشياء وعندنا عيوب في اشياء. رب العباد لو ما كانش بيحبنا ما كانش خلقنا. ما هو طبيعي، ربنا مش هيخلق حاجة مش بيحبها. لا، وايه، وميزنا عن بقية المخلوقات وادينا العقل وادينا الفكر وخلانا خليفته في الارض، ولا ايه؟ ما تخلطش الامور ببعض، وما تدخلش حب الذات في الغرور، في النرجسية، في التكبر. هناك فرق ما بين كل مصطلح أنا قلته. حب الذات يخليك تحب ما حولك بنقاء وصفاء. حب الذات بيخليك تدي بنفس قنوعة وراضية. فكر فيها وعيد حساباتك من أول وجديد، وحاول تقرأ وتطلع على معنى حب الذات، هتفهم. شكرا.